باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أحبائي، في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 12 لما اتهموا المسيح وقالوا إن هو ببعل زبور رئيس الشياطين بيخرج الشياطين، فرد عليهم المسيح برد منطقي جدا وقال لهم: إذا كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ كلام بمنتهى المنطق ومنتهى العقل. لو الشيطان راح يخرج شيطان تاني يبقى اتقسم على ذاته، ما هو ضد بعض كده. فلو عملوا كده ازاي مملكته تثبت؟ وفي الحقيقة مملكة الشيطان لغاية دلوقتي ثابتة، ومتأسف ان اقول انها هتفضل ثابتة لغاية يوم مجيء الرب. يعني وحتى في مجيء الرب مملكة الشيطان مش هتنقسم، ده هي الله هيهلك الشيطان وكل أعوانه ومملكته بنفخة فمه، لكن لآخر وقت الشيطان مملكته غير منقسمة. ومن كده أقدر أقول إن إحنا ممكن نتعلم حاجات من الشيطان. تقول لي إيه ده؟ نتعلم من الشيطان؟ نتعلم من الشيطان. في حاجات ممكن نتعلمها من الشيطان. أول حاجة اللي قالها رب المجد نفسه، إن الشيطان مش منقسم على ذاته، مش متضارب مع نفسه، مش بيعمل عكس والدنيا متلخبطة خالص. ده مملكته منظمة جدا وعارف بيعمل إيه، وكل أعوانه ماشيين مرتبين وفي تناسق، مفيش حد بيعمل حاجة ضد التاني خالص، لكن كلهم في تعاون وتناسق مع بعض. تعالوا شوفوا حالنا إحنا على الأرض، إحنا أولاد الله وإحنا خدام الله. تعالوا تلاقوا في الكنيسة الواحدة، تلاقوا إن فجأة كده خدمة الكشافة بقى لها مثلا 2-3 شغالة زي الفل، والميعاد بتاعهم أسبوعي وثابت في الوقت دوت. فجأة كده يجي أمين خدمة الكشافة يلاقي نص العيال مش موجودة. إيه ده؟ في إيه؟ يقولوا له أصل الأستاذ فلان والمس فلانة خدوا العيال عشان خدمة القرار. طب خدوا نفس العيال وفي نفس الوقت حصل تضارب، حصل انقسام، الخدمة بتاعت الكشافة ما بقتش واقفة على رجلها، وحصل تضارب ما بين خدام الكشافة وخدام القرار، والدنيا بقت لخبطة، ويبقى البيت انقسم على ذاته أو الخدمة انقسمت على ذاتها، ونلاقي الخادم دوت انقسم على الخادم ده، والخادمة دي زعلت من الخادمة دي، والشكوى طلعت للكاهن، والكاهن المتحمس للفريق ده ضد الكاهن المتحمس للفريق التاني، والدنيا بقت آخر لخبطة. الشيطان لا ينقسم على ذاته. إحنا لضعفنا والفشلنا بننقسم على ذاتنا وبنسميها خدمة في الآخر، ونسميها خدمة، ونلاقي ده متحمس للموضوع ده وده متحمس للموضوع ده، والاتنين منقسمين على ذاتهم. الشيطان ما بيعملش كده. ممكن نتعلم منه حاجة زي كده. حاجة تانية نتعلمها من الشيطان، إن نختار الوقت الصح والموضوع الصح. هتقولي لي طب ما الوقت الصح كفاية؟ لا، الوقت الصح والموضوع الصح. كلنا عارفين إن أكبر تجربتين وقع فيهم داود كانت تجربة بتشبع وتجربة إن هو عدى الجيش. دول أكبر تجربتين وقع فيهم في حياته. طيب تعالوا مثلا لتجربة بتشبع. الوقت كان صح خالص. إزاي؟ داود قال للجيش يروح وهو ما طلعش مع الجيش، فعنده وقت فاضي، هو في حالة استرخاء، والمود بتاعه دلوقتي إن يا سلام لو واحدة مثلا تعمل لي مساج مثلا، فالمود بتاعه رايق جدا خالص. يجي له الشيطان بموضوع غلط، يجي له يقول له: داود، ده انت دخلت حروب كتيرة وانتصرت انتصارات قد كده، ما تيجي تعد الجيش وتشوف قوتك قد ايه في وسط الجيوش اللي حواليك من بلاد تانية. تفتكروا داود هيقول له ايه وهو في المود بتاع الاسترخاء دوت وعايز حد يعمل له مساج؟ عايز واحدة، مش عايز حد، عايز واحدة تعمل له مساج. ويجي له الشيطان بتجربة ان يعد الجيش، هيقول له ايه؟ لا 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 لا، مش مهم الجيش، مش مهم العدد. مش هيقع في التجربة لأن الموضوع غلط. الوقت صح لكن الموضوع ايه؟ غلط. لكن لما يبقى الوقت والمود في حالة استرخاء ويجي يحط قدام عينه بتشبع، هيقول دي واحدة لذيذة، واحدة كويسة، شكلها حلو، اوكي اجيبها. هنا هياخده ويدي مع الشيطان بسهولة قوي عشان الوقت صح والموضوع صح. لكن احنا للأسف أحيانا ما بنعرفش نختار الموضوع الصح في الوقت الصح.
بل أحيانا بنتكلم في وقت غلط من أساسه خالص. يعني بنعمل كده في أحيان كتير بنعمل بالطريقة دي، ودي بتبقى حاجة تحزن صدقوني لما بتحصل بالشكل ده يعني. ولو جاله بالعكس، يعني تخيل مثلا إن جاله هو في مود إن هو الاعتزاز بقى والقوة والإحساس بالانتصارات اللي عملها في حياته والذات بقى اللي عمالة تكبر ديت، وجي قال له دلوقتي إيه رأيك في الواحدة المعدية قدامك ديت؟ واحدة مين وبتاع مين؟ ده أنا قوتي بتخوف كل البلاد اللي حواليا، ده أنا جيشي مجرد ما بس يتحرك كله بيجري من قدامه. إيه دماغه مش في واحدة، دماغه مش في حاجة. فالوقت الصح والموضوع الصح بالنسبة للشيطان طبعا هو الوقت الصح والتجربة الصح. هو عارف يعمل كده كويس قوي مع داود، وبيعرف يعمل كده كويس قوي معانا إحنا. للأسف البعض مننا ما بيعرفش يعمل كده. لكن هديكم مثال لحد كان بروح الله وبحكمة الله كده عرفت تختار الوقت الصح والموضوع الصح، وهي الملكة استير. الملكة استير لما مردخاي قال لها تكلم الملك عن موضوع القتل اللي هيحصل لليهود في آخر السنة، وبعد كده صلت والله أرشدها إن هي تعمل وليمة للملك. والملك قبل الوليمة وراح وكان عندها وشرب خمر وانبسط جدا، وقال لها اطلبي اللي انت عايزاه، حتى لو نص المملكة، أي حاجة أنا هعملها لك. وقالت له اللي أنا عايزاه إنك تيجي تاني يوم. فاختارت الوقت الصح قوي اللي هو بقى مبسوط على الآخر منها. طب الموضوع ممكن يكون غلط، عارفين الموضوع يبقى غلط إزاي؟ وهو مبسوط قوي كده ومعاه هامان ما يعرفش لسه أي حاجة خالص، تيجي تقول له بص الراجل ده راجل وحش وأنا عايزك تقتله. ده هامان ده دراعه اليمين، بتتكلمي في إيه؟ الطلب الغلط هيبقى النتيجة إيه؟ يترفض. اختارت الوقت الصح وخليته مبسوط منها جدا، لكن راحت طلبت حاجة غلط مش هيسمع لها في حاجة. لكن قالت له إيه؟ لما بقى مبسوط منها قوي قالت له بطلب النجاة لنفسي ولشعبي. قال لها إيه ده؟ وهو مين يقدر يجي ناحيتك ولا ناحية شعب؟ ابتدى بقى هنا ده الموضوع الصح، إن ابتدت تتكلم عن خلاص نفسها عشان المؤامرة اللي ضد اليهود. ده موضوع بقى في الجون زي ما بيقولوا. اختارت الوقت الصح، اختارت الموضوع الصح. هي بحكمة الله عمل كده، لكن الشيطان دايما بدهاء بيعمل كده، يختار الوقت الصح والموضوع الصح. يا ريت احنا نتعلم من أستير قبل ما نتعلم من الشيطان ان نختار الوقت الصح والموضوع الصح. حاجة كمان نتعلمها من الشيطان انه دايما يسيب الباب موارب، او اقول لكم اكتر بيسيب الباب مفتوح على الاخر. طب افكركم كده عن نفسي وعنكم، في كل مرة انا بتوب وانتوا بتتوبوا توبة حقيقية كده وبتبقى بغيرة روح الله اللي فينا، نسب ونلعب في الشيطان ونقول له مش همشي في سكتك تاني، مش هسمع كلامك مرة تانية، انت روح من وشي. وكل بقى العداء والهجوم على الشيطان وعلى كل الخبث والوقيعة اللي وقعنا فيها في الخطية. الشيطان بيرد عليك بيقول لك ايه ده؟ انت اللي غور من وشي، انا مش عايز اعرفك تاني. عمره عمل مع حد كده؟ ما بيعملش كده. يقول لك انا فاهم قوي ان انت متضايق دلوقتي بس واعصابك بايظه، طب خلاص نتكلم بعدين، ويسيبك ويمشي. عمره ما يقفل الباب، عمره ما يقفل الباب. للاسف احنا مع بعضينا البعض كم مره رزعنا الباب في وش بعض على حاجه صغيره ما تستاهلش، وقول له امشي لا اعرفك ولا تعرفني بعد كده، مش عايزه اخرج لك حتى في مماتك. الكلام بقى صعب يتقال كتير، وبنقفل البيبان على الاخر. الشيطان عمره ما عمل كده. وحتى عارفين لما بنضعف في حياتنا الروحية ونيجي نرجع له مرة تانية ما بيجيش يلوم علينا. ما فيش مرة الشيطان جه قال لك لا انت فاكر المرة اللي فاتت لما قلت لي وعملت فيا وزعقت؟ ولا خالص، وكأن ما فيش أي حاجة حصلت. للأسف إحنا ما بنعرفش نسيب الباب موارب لبعضينا. ده في حكمة بتقول الشخص اللي انت قطعته بلاش تزرع في الطريق بينك وبينه شوك، عشان ربما تحتاج تروح له حافي، فيبقى بسبب الشوك اللي انت زرعته انت اللي هتتجرح.
فبلاش نقفل في وش بعض الباب، نسيب الباب موارب في العلاقات بين الناس، نفتح حتة صغيرة للمحبة، نحاول نوجد نوع من الاحترام واللياقة في التعامل زي ما الشيطان ما بيعمل، وإنه ما بيقفلش الباب في وش حد فينا. طبعا هو بيعملها بدهاء عشان خاطر عايز يصطادنا مرة تانية، لكن احنا نتعلم إن احنا من اللياقة إن احنا ما نقفلش الباب في وش بعض. حاجة أخيرة وهي إن الشيطان عمره ما يقول أنا فاشل، ولا حتى عمره يقول أنا فشلت في الموضوع ده، حتى دي ما يقبلهاش على نفسه، حتى دي ما يقبلهاش على نفسه. في التجربة على الجبل انهزم بكل أنواع الهزيمة، مفيش تجربة من التجارب قدر فيها على المسيح. لكن بصوا الكتاب يقول عن التجربة على الجبل في إنجيل معلمنا لوقا، يقول إيه؟ ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. عارفين عبارة يعني إيه فارقه إلى حين؟ ما أنا لو قبلت على نفسي إن أنا فشلت واتغلبت يبقى إيه؟ همشي موطي راسي في الأرض وخلاص. لكن فارقه إلى حين معناها إيه؟ لا 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 استنى، احنا نرجع تاني نشوف الموضوع ده. ما قبلتش على نفسي إن أنا فشلت، لا هرجع تاني وأشوف الموضوع ده. فارقه إلى حين. عمر الشيطان ما يقول على نفسه أنا فاشل أو إني فشلت في الموضوع ده. للأسف وحاجة تحزن جدا سمعتها من ناس كتير في سنين الكهنوت، أنا إنسان فاشل، أنا منفعش في حاجة، أنا ماليش لازمة في الدنيا. بكل روح يأس وإحباط نلاقي الناس عمالة تقول كلام صعب زي كده. الحاجة اللي تحزن أكتر وأكتر إنها بقت بنسبة مش قليلة موجودة في وسط شبابنا وشاباتنا دلوقتي. وتلاقي الشاب لسه بيبتدي حياته ولا الشابة بتبتدي حياتها، وعشان حاجة صغيرة حصلت ولا سنة سقطت فيها ولا شغل رفض ياخده ولا انترفيو مرة واتنين وما تقبلش، على طول أنا إنسان ما نفعش في حاجة، أنا إنسان فاشل، أنا وأنا. الشيطان ما بيعملش كده، الشيطان ما بيعملش كده. ده حتى في كل فشله يقول عنه كتاب في إنجيل لوقا إنه لما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. هرجع لك تاني، ما يقولش أنا فاشل. في حاجات نتعلمها من الشيطان، مش هنتعلم إن إحنا نعملها بالدهاء والخبث والحيلة والوقيعة، لكن نتعلم إن إزاي إن إحنا نكون متناسقين مع بعض في أي عمل، نبقى فريق عمل متكامل مع بعض، محدش فينا ضد التاني ولا مقسوم على التاني، ولا أب ضد أم في البيت ولا أي حاجة من الانقسامات اللي بتحصل ديت. ونتعلم إن إحنا نختار الوقت الصح والموضوع الصح لأي موضوع نتكلم فيه، ونتعلم إن إحنا نسيب الباب موارب بيننا وبين الناس، بلاش نعمل قطيعة كاملة لأي حد. ونتعلم إن إحنا ما يسودش علينا روح اليأس أو روح الفشل أبدا، لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح القوة والنصرة. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد، آمين.